دول اهم 15 نصيحه ما ينفعش تبتدي ثانويه عامه من غيرهم، وان شاء الله لو طبقتهم هتحقق استفاده عاليه جدا. فتاكد انك تتفرج على الفيديو للاخر. ويلا بينا على اول حاجه. ذاكر على المدى الطويل. أجدادنا زمان كانوا بيقولوا إن الخيل الأصيل هو اللي بيعرف يفوز في السبق، وإن الخيلة الهبلة هي اللي بتجري في أول السبق على طول. ودي الفكرة بكل بساطة، إن أنت مش محتاج تذاكر جامد في أول السنة، إنما كل اللي أنت محتاجه إن أنت تذاكر على الدرس بتاعك وتحل عليه، وبعد كده تقدر تشوف أي حاجة تانية أنت تقدر تعملها. في صديق ليا كان كل اللي هو بيعمله إن هو بيذاكر على الدرس وبعد كده بيروح يحل عليه وبعد كده بيعمل أي حاجة هو عاوزها. ولكن لما وصل بيه شهر 2 وشهر 3 ابتدى إن هو يزود الدوز بتاعت المذاكرة شوية. وقبل امتحانات الثانوية العامة كان عنده طاقه ان هو يذاكر للامتحانات. خمن يا صاحبي، صديقي دوت جاب 96% في الثانويه العامه، على عكسي انا. لان انا لما ابتديت مذاكره في شهر 8 كنت بذاكر على الدرس وبعد كده بحل عليه وافضل اراجع الدرس مره واثنين وثلاثه وافضل اذاكر طول اليوم. في الاخر وصل بيا الحال ان انا وصل بيا شهر 4 او شهر 5 ما كنتش طايق ان انا اذاكر، لدرجه ان انا جبت 77% في الثانويه العامه. بكل بساطه اعرف السبق فين وخليك من الخير الاصيل. رقم 2، ابعد عن التليفون. التليفون هو من اكبر المشتتات اللي ممكن تشتتك، خصوصا لو انت بتذاكر في الثانويه العامه. وانا كمان ليا قصه خاصه مع التليفون وخليني اعرفك عليها. انا اصلا شغال سوفت وير انجينير، واحب اعرفك ان انا كل جلساتي بتبقى مع مصممين. المصممين دول كل هدفهم ان هم يبنوا الابلكيشنز بتاعتهم بحيث ان انت تقضي عليها اكبر وقت ممكن. خصوصا لو انت في الثانويه العامه في حاجات كتير قوي لازم تاخد وقتك بعيدا عن التليفون. وعشان تعرف ازاي اصلا تبعد عن التليفون لازم تبني الوعي اللي بيأهلك ان انت تبعد عنه. تقدر تتفرج على فيلم ذا سوشيال ديلاما او تقرا كتاب سوشيال مينيماليزم، وان شاء الله قدام هنعمل فيديو مخصوص عن التليفون. 3، الهروب من المذاكره. بص انا عارف ان انت بتحاول تبعد عن المذاكره، ولكن في نفس الوقت ضميرك بيأنبك، فدوت بيخليك تروح تتعلم حاجه زي التصميم او البرمجه او اي حاجه بتفيدك من الناحيه العمليه، ودوت شيء كويس. وبمناسبه الموضوع دوت خليني احكي لك قصه. ايام لما كنت في الثانويه العامه انا كان كل اهتمامي ان انا اطور من الانجليزي بتاعي، وكنت دايما بضحك على نفسي وبقول ان انا مش هذاكر اي حاجه غير الانجليزي، خصوصا ان هي ماده من مواد الثانويه العامه. ولكن دوت اثر على مجموعي في الاخر بسبب اهمالي في المواد التانية. على الناحيه التانية في صديق ليا وهو محمد، وعلى فكره هو اللي بيعمل الثامب نيلز بتاعت الفيديو، كان بيذاكر برمجه في الثانويه العامه ولكن بعد ما بيذاكر المواد اللي عليه، لانه كان شايف انه ممكن يستغل وقت الفراغ. وخمن يا صديقي، محمد قدر ان هو يجيب مجموع عالي فوق ال 95% ويتعلم في نفس الوقت المهاره اللي هو عايزها. ولكن الفرق ما بيننا احنا الاثنين ان هو قدر يرتب اولوياته. بكل بساطه رتب اولوياتك وبلاش تهرب من المذاكره. ويلا بينا على النقطه اللي وراها. 4، اتعلم ازاي تذاكر. بص يا صاحبي، الثانويه العامه بالذات محتاجه نفس طويل زي ما ذكرنا في اول نقطه، ومش هينفع ان انت تذاكر فيها بعشوائيه. والعشوائيه هنا بتتلخص ان انت تقول ان انت هتذاكر 7 او 8 ساعات، وان انت تقعد السبع 8 ساعات دول كلهم من غير اي محفزات او اي دوافع ان انت تكمل. لانك لما بتخطط للموضوع دوت بعد كده بتستثقل السبع او الثمان ساعات دول، وبعد اول مذاكره من اول ساعه بتمل، ولو كملت ساعتين للاسف مخك مش هيستوعب اللي انت بتذاكره. ودي اصلا حاجه هتشوفها في الثانويه العامه، ان انت هتقعد في الدروس 3 او 4 ساعات وفي اخر الحصه هتحس ان انت منهك ومش قادر تستوعب اي معلومه اصلا المدرس بيقولها. وهنا يجي البومودورو تكنيك، وهو ان انت بتقعد وقت معين بتذاكره وبعد كده بتاخد بريك. اغلب الناس بتاخد البريك بعد اول 25 دقيقه، ولكن الدراسات اثبتت ان انت محتاج تلت ساعه عشان تخش في مود المذاكره. انا شايف ان المذاكره خصوصا في الثانويه العامه ان انت محتاج 50 دقيقه وتاخد بعديها بريك 10 دقائق. ولو عايز تعرف اكتر عن البومودورو عملنا فيديو قبل كده بيشرح ايه هي قصه البومودورو من اولها لاخرها، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. طولنا قوي في النقطه ديت ولكن كانت مهمه. ويلا بينا على النقطه اللي بعدها. 5، اعرف ازاي مخك بيشتغل. انت في الثانويه العامه هتلاقي نفسك ساعات حابب ان انت تقعد وتذاكر، وساعات تانية هتبقى مش طايق ان انت تبص بالكتاب ولا ان انت تقعد ولا تذاكر اصلا. طالما بنتكلم عن المزاج فانت اكيد عرفت احنا بنتكلم عن انهي هرمون. صح، احنا بنتكلم عن هرمون الدوبامين. خليني اقول لك ان انت في الاوقات اللي انت بتبقى مش طايق فيها ان انت تقعد وتذاكر دوت بسبب ان نسب الدوبامين عندك قليله جدا. الوقت اللي انت بتكون حابب ان انت تقعد وتذاكر فيه بشكل ما بيكون الوقت دوت نسب الدوبامين عندك فيه بتكون عاليه شويه. وهنا الفكرة ان انت لو عرفت ازاي تعلي نسب الدوبامين عندك بشكل صحي هتعرف تقعد وتذاكر بشكل احسن. دي مشكلة كانت بتواجهني شخصيا خصوصا بعد الثانوية العامة، لاني كنت بتعلم مهارات كتير وكان بيجي عليا وقت انا مش طايق فيه ان انا اقعد ولا اذاكر. ولكن بعد ما عرفت ازاي اعلي الدوبامين عندي الموضوع فرق معايا جدا. ولكن ايه هي الحاجات اللي ممكن تعلي عندك الدوبامين بشكل صحي؟ عندك مثلا التمرين، او انك تاكل مكسرات، او انك تاخد دش بارد. ده بشكل ما بيرفع نسب الدوبامين عندك وبيخليك تقدر ان انت تذاكر او تعمل اي نشاط. يلا بينا على النقطه اللي بعدها.
رقم 6، حسن صحته. السنة اللي فاتت في واحد صاحبي نجح في الثانوية العامة بمجموع عالي وقدر ان هو يخش كلية اسنان، ولما جيت سألته ايه اهم عامل ساعده ان هو يجيب مجموع عالي في الثانوية العامة، قال لي ان هو كان بيهتم بصحته. وطلبت منه ساعتها ان هو يفهمني اكتر. قال لي انه كان بيهتم ب3 حاجات. اول حاجه منهم وهي الاكل، كان بيعتمد دايما على الاكل الصحي وكان بيقلل الجنك فود بقدر الامكان. وتاني حاجه كان بيهتم بيها وهي النوم، كان بينام من 7 ل 9 ساعات وكان بيهتم دايما ان هو يصحى بدري، وكان بيقول لي ان دوت كان بيساعده ان هو ينتج ويركز اكتر في مذاكرته. وتالت حاجه كان بيهتم بيها وهي التمرين، وزي ما قلت لك التمرين بيعلي عندك نسب الدوبامين فبيخليك حابب ان انت تقعد وتذاكر. وهنا هتلاقي ان اغلب النقط مرتبطه ببعضها، فأهم حاجة اهتم بصحتك. رقم 7 معانا وهي خد بريك. لو تلاحظ لما والدك بيشتغل بياخد يوم اجازة، واغلب الشغلانات لازم بيكون في اجازة لازم ترتاح من خلالها. ولو تلاحظ تاني انت شغلانتك في الوقت الحالي ان انت طالب ولازم تاخد اجازة، ودي مشكلة انا كنت دايما بقع فيها، لاني كنت دايما بقول لنفسي ان لا، الوقت دوت انا لازم استغله في المذاكره ومش لازم ان انا اضيع وقت كتير في الاجازه. وده وصلني لمرحله صعبه جدا بسبب ضغوطات الثانويه العامه، ودي للاسف حاجه انا اتعلمتها بالطريقه الصعبه. وفي الوقت الحالي انا بقيت بحدد اجازاتي قبل ما احدد الحاجه اللي انا هذاكرها اصلا، وده كان بيديني الحافز ان انا اقعد واذاكر عشان اوصل للاجازه. الموضوع هنا عامل شبه اللعبه، بتوصل لمرحله بعد كده تشيك بوينت، بعد كده مرحله تانية ثم تشيك بوينت، وهكذا. تعامل مع مذاكرتك على انها لعبه، ساعات بتقعد وتلعب المرحله بتاعتها وساعات بتوصل للتشيك بوينت بتاعتك وتريح. ويلا بينا على النقطه اللي ورا. رقم 8، اهتم بالبيئة بتاعتك. انت عارف المكان اللي حواليك ممكن يتحكم في جودة مذاكرتك. تعالى ناخد مثال عشان نفهم الموضوع. لو انت قاعد على المكتب بتاعك وجنبك التليفون، غالبا انت بعد 5 أو 10 دقايق هتمسك التليفون وتتصفح السوشيال ميديا. ولكن انت لو اهتميت بالبيئة اللي حواليك واهتميت ان التليفون ما يكونش جنبك، ده هيأثر على مذاكرتك بالإيجاب وهيخليك تتعمق اكتر في مذاكرتك. في نقطة سابقة احنا قلنا ان انت لازم تركز ان التليفون هو همه الوحيد ان هو ياخد من وقتك. حاول ان انت تخلي التليفون بعيد عن مكتبك، ويا سلام لو يبقى بعيد اصلا عن الاوضه بتاعتك. وبرضه احنا اتكلمنا عن اهميه البيئه اللي حواليك في فيديو ازاي تذاكر، فيديو مهم جدا هيحسن مذاكرتك بشكل عام. ويلا بينا على النقطه اللي ورا. رقم 9، الاخفاقات شيء مهم قوي في حياتي. زي ما قلت لك ان انا كنت في شهر 8 بذاكر قوي وكنت بجتهد جدا في المذاكره، ولكن جه عليا اوقات ما كنتش طايق ان انا ابص في الكتاب، خصوصا من شهر 2 لشهر 4، لدرجه ان انا استسلمت خالص. وافتكر حتى ان انا قلت لوالدتي هو هيفرق ايه اصلا هندسه من حقوق. وكان في شيء من خيبه الامل الناتج عن ان لما كنت بقع وما كنتش بذاكر ما كانش عندي ثقافه ان انا لا لازم احاول وان انا اقوم تاني وان انا ارجع واذاكر. كده كده انا متاكد ان الاحساس دوت على مدار السنه هيصيبك، فتعامل معاه على انه شيء عادي. قوم وكمل والحياه ما تقلقش مش هتقف. ويلا بينا على النقطه اللي وراها. رقم 10، خلي بالك بس من دلوقتي، المستقبل بتاع ربنا. سمعت حكمة قبل كده بتقول لا تسعى لنجاح حياتك بل اسعى لنجاح يومك، فبنجاح يومك تنجح حياتك. وكل الهدف من الحكمة ديت ان انت تهتم بالحاضر وملكش دعوة خالص بالنتيجة، لان تركيزك على النتيجة هيخليك تقع ومش هتعرف تقوم. ودي النقطة اللي دي المشكلة اللي انا وقعت فيها، ان انا كنت دايما بركز على النتيجة وكنت شاغل نفسي بالمستقبل وشاغل نفسي بحاجات كتيرة قوي قدام، وده اللي خلاني اقع في المذاكرة وان انا ابطل مذاكرة وان انا ما اجتهدش بعد كده. فاهم خطوة لازم تاخد بالك منها ان انت تهتم بالحاضر ومالكش دعوة بالمستقبل. المستقبل دوت بيد ربنا. ويلا بينا على النقطة اللي وراها. رقم 11، النتيجة مش آخرة الدنيا. افتكر اليوم اللي ظهرت فيه النتيجة، وعلى فكرة أنا جبت 77%. افتكر ان انا حزنت جدا ساعتها وعشت اجازه صعبه جدا، وساعتها دخلت كليه الاداب وقلت خلاص كل اللي انا هعمله ان انا هتعلم مهاره تعيد عليا دخل. وقد كان في 2019 اتعلمت برمجه، ودينا هوت في 2024 الحمد لله والشكر لله انا بعيد دخل احسن من المهندسين بكتير. ولما برجع تاني وافكر بقول ان الثانويه العامه ما بتمثلش اي حاجه من شغلي الحالي. فكل اللي انا عاوز اقوله من النقطه ديت ان الثانويه العامه مهمه، ولكن هي مش نهايه المطاف. ودول شويه نصايح لو انت خلصت ثانويه عامه وفي الاجازه ومش عارف تعمل ايه، حاجه كده يعني زي تحضير للكليه. رقم 12، استمتع بالاجازه. بص يا صاحبي، انت دلوقتي خلاص خلصت من الثانويه العامه، كل اللي انت محتاج تعمله استمتع بالاجازه. تستمتع بالاجازه بقى ازاي؟ مش مهم تفتح الكمبيوتر تلعب، تنزل مصيف، تروح البحر، تعمل اي حاجه، بس اهم حاجه ان انت تستغل الاجازه ديت احسن استغلال، وان انت تستفيد بيها وان انت تتمتع. رقم 13،
حسن الانجليزي. فاكر في اول الفيديو لما قلت لك ان انا ما كنتش بعمل اي حاجه في الثانويه العامه غير ان انا بطور الانجليزي بتاعي بشكل ما؟ ده فرق معايا جدا، خصوصا وانا بتعلم برمجه وانا في الكليه. كانت كل المصادر بالانجليزي، ده غير الحياه العمليه، اي حاجه ليها علاقه بالانترفيوهات، اي بروسيس، اي حاجه بتتم جوه الشركات او اي حاجه فيها تعامل مع الشركات كانت بالانجليزي. الانجليزي داخل معاك في الشغل وداخل معاك في المذاكره وداخل معاك في التعاملات، فبلاش تتعامل مع الانجليزي على انه لغه، وتعامل مع الانجليزي على اساس ان هو الاداه اللي هتعلمك اي مهاره تانية بعد كده. وبس كده، يلا بينا على اخر نقطه معانا، وهي اتعلم مهارات كتير. بص، انا عارف ان انت خارج من الامتحانات وحاسس ان انت مش طايق ان انت تتعلم، وكلمة التعلم ديت انت مش قادر ان انت تسمعها، ولكن خليني اقول لك على حاجة. انت دلوقتي في عصر الرأسمالية، وده معناه ان انت لو بتشتغل في مجال معين مع التطور اللي بيحصل في السوق ممكن المجال دوت ينتهي. فانت ازاي هتعمل شيفت بين الاتنين؟ ازاي هتغير من مجال لمجال الا لو انت مش متعلم مهارات؟ خليني اقول لك على 3 مهارات ممكن فعلا ان هم يفيدوا معانا، وهي البرمجة بجد ممكن تفيدك لو انت دخلتها از كارير. بجد دخلها عالي جدا وبتحسن حتى من قدراتك العقليه، ده غير ان هي اعلى مجال طلب في السوق. تاني مهاره معانا وهي المونتاج بمنتهى البساطه هو فن تعديل الفيديوهات. ودلوقتي زي ما انت شايف، حتى دلوقتي الفيديو اللي انت بتتفرج عليه متعدل بالمونتاج. في حاجات كتيرة قوي ممكن تشتغل في الفيلم ميكنج، ممكن تشتغل في حاجات كتيرة جدا ممكن ان هي تفيدك. فتاني مهارة برضو انا برشحها لك هي المونتاج. تالت مهارة معانا وهي التسويق، وهو بكل بساطة ان انت تساعد ان منتج ينتشر وان هو يتباع وان الشركة المؤسسة للمنتج دوت ان هي تتربح منه. فاغلب الشركات برضو بتبقى محتاجة للتسويق. وخلي بالك التسويق ليه علاقه بالبرمجه، يعني حتى لو انت بتعمل ويب سايت مثلا في البرمجه فانت محتاج ان انت تسوق له، وعشان تسوق له فانت محتاج ان انت تعمل له فيديو، فانت محتاج المونتاج. فيعني دي مهارات لا غنى عنها في اغلب الشركات في الوقت الحالي. وبس كده يا صاحبي، معلش انا طولت عليك، ولكن دول كانوا اهم 14 نصيحه ممكن يفيدوا اي شخص في الثانويه العامه. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وابعت الفيديو دوت لأي حد في الثانوية العامة. وبس كده، السلام عليكم.